أولادك في المدرسة ما بقوش عايزين يلبسوا غير ماركات، جبتلك مكان بيبدأ السعر فيه من 15 يورو وكلها ماركات، وكمان عندهم التي ان. تعالي بقى اوريكي أرخص مكان في إيطاليا بيبيع الشوزات الماركات الأصلية بأرخص سعر. الشوز النايك دي كانت ب50 يورو. شايفين دي كمان؟ على فكرة المقاسات ديت من أول 36 لحد 39، يعني ديت السن المحير، يعني شايفين من 36 ل39. صورتلكوا كل الحاجات يعتبر اللي كانت موجودة للأولادي والبناتي، وصورتلكوا كمان الرجالي بس لسه منزلتهوش، والحريمي لسه منزلتهوش. ولو عايزة تشوفي الأطفال من سن صغير خالص لحد ما يكون هيروح الحضانة، فهتلاقي الفيديو موجود على الصفحة عندي برضو بأرخص سعر. الشوزة كانت بتوصل ل5 يورو. لو أول مرة تشوفيني فأنا فاطمة علام، صاحبة صفحة كل يوم في ميلانو. لو ما تابعتنيش اعملي لي متابعة دلوقتي، أنا بنزل التخفيضات اللي موجودة في إيطاليا. شايفين بقى كمية الشوزات اللي كانت موجودة؟ ودي بقى أكتر واحدة انتوا سألتوني عليها، هي دي التي ان الأصلية. شايفين هنا بقى سعرها عامل كام؟ عامل 100 يورو، نازل على تخفيض 35%. ودي بقى عاملة 90 يورو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وديت كانت برضو نازل عليها تخفيض، كل اللي كان هناك نازل عليه تخفيض. دي برضو تي ان بس دي شكل تاني، كانت ب130، ودي برضو عاملة 70 يورو. شايفين دي بقى كانت عاملة 70 يورو بس. 70 يورو، انتوا متخيلين؟ نزل عليها 50%، ودي نزل عليها 53%. كانت بتوصل التخفيضات هناك ل70 وأكتر. هتشوفوا دلوقتي في شوزات تانية نزل عليها 70 وأكتر. انا حاولت بقدر الامكان اجيب لكم معظم الشوزات اللي كانت هناك، يعني انا مصورتهاش كلها بصراحة، بس يعني كان انا جبت معظم الحاجات اللي كانت موجودة. كان في كمان صف تاني برضو اولادي وبناتي من سن من مقاس 36 لمقاس 39. يعني دي كانت عاملة 90 يورو، ودي برضو كانت عاملة 75 يورو، كان نازل على تخفيض اكتر. وديت كانت ب80 يورو. شايفين دي اللي كانوا عاملين عليها خصم 75، ودي عاملة 90. فعلى فكرة بالمقاس مش بالشكل ومش يعني مقاس 36 بسعر، مقاس 37 بسعر كده، يعني دي بمقاسات. دي برضو كانت تي ان، حاولت اوريها لكم، شكلها كانت حلو جدا، كانت ب110. ونزل منها اللون التاني كمان، كان ب80 يورو. دي بقى التي ان السودا ب110، نازل عليها 30%، في نازل عليه 41%، وفي نازل عليه لحد 50%. اللي فوق دي كانت ب50 ودي ب35. انتي معايا لحد دلوقتي ولسه ما عملتليش لايك ولا كومنت؟ انزلي اعملي لي حالا. انا حابه اتعرف عليكم جدا، معظم اللي بيعملوا لي كومنتات انا خلاص عرفتهم، وبقيت عارفه مين اللي بيكتب لي كومنت ومين لا. وبشكر جدا كل اللي بيدعموني، والله يعني بشكرهم من قلبي. كده انا خلصت لكم معظم الحاجات اللي كانت في المكان ده. الفوت لوكر سيجراتي، هو اوتلت يا جماعه، ده فوت لوكر اوتلت. لو عايزين العنوان اكتبولي في الكومنتات.